في 2/11/1977 منع الاحتلال قطف الزعتر البلدي والبري على الفلسطينيين، واللي ما بيعرف فالزعتر الفلسطيني قيمة وأهمية بتختلف عن كل الأماكن الأخرى، لأنه الزعتر في فلسطين مش مجرد نبات فقط، إنما هو رمز وثقافي وهوية، ولهيك بنلقب الزعتر بذهب فلسطين الأخضر. تنبت أراضينا الفلسطينية الزعتر الأخضر بكثرة، لكن للأسف لا يسمح بقطف الزعتر لأنه الاحتلال حرم قطف الزعتر علينا وفرض غرامات مالية باهظة تحت ذريعة أنه الزعتر نبات محمي وأنه قطفه مضر للبيئة، وبالمقابل يقوم الاحتلال والمستوطنين يوميا بقلع وتكسير العشرات من أشجار الزيتون الفلسطيني وما في حدا بيعاقبهم. يستخدم الاحتلال النباتات كأداة إذلال وسيطرة على الإنسان الفلسطيني من أجل تفكيك هويتنا الفلسطينية وتمسكنا بالأرض. لكن ورغم كل هالتقييدات إلا إنه ما في بيت فلسطيني بيخلو من وجود